البنجر ما بيتسلقش. البنجر عمره ما كان أكلة محببة لقلبي، وعمري ولا كنت باخده لا في سلطات ولا في مشروبات، لحد ما جه الوقت اللي أنا عرفت فيه القيمة الغذائية للبنجر، وقد إيه هو بيساعدني على تجديد كرات الدم الحمراء، قد إيه هو مفيد ليا جدا وبيحسن مجهودي وأنا داخلة تمرين، قد إيه هو مفيد لكل مرضى الأنيميا وفقر الدم. كمان عرفت قد إيه هو مليان مضادات أكسدة، وهو مهم جدا إن أنا أدخله اليومي، خصوصا بعد ال30 وال40. مهم جدا ان احنا نعرف ان البنجر مليان مضادات اكسده ومضادات التهاب، وعشان كده كان لازم اشوف افضل طريقه احب بيها البنجر، وما لقيتش اجمل من الطريقه دي. البنجر ما بيتسلقش، البنجر بيتشوي. جرب ان انت تحط البنجر في الاير فراير او في الفرن وشوف هيطلع طعمه مختلف ازاي. الطريقه دي هتغير مفهومك تماما على البنجر. انا احيانا كتير جدا بعمل طبق السلطه ده واخده كوجبه عشاء، وممكن كمان اخده قبل التمرين، بيديني مجهود عالي جدا. واحيانا كمان بدخله لوجبه الغداء بتاعتي مع الفاكهه اللي بحبها، وممكن اضيف له ذرة حلوة وناجتس، وكده الوجبة هتكون وجبة متكاملة مليانة كل الفيتامينات والمعادن. ومن وقتها بقى المشروب الأحمر هو المشروب الرسمي ليا في البيت وكمان لكل حالاتي، وما بنساش أبدا طول أيام الدراسة يكون المشروب موجود لأولادي، لأنه بيحسن ذاكرتهم جدا جدا وبيحسن مجهودهم في التمرين. خلي بالك ممكن ترفض أكلات كتير جدا لأنك متمسك بالطريقة التقليدية ليها في الطبخ، غير طريقة تفكيرك.